السلام عليكم. انا فاطمه دريس. اليوم جبت لكم هذا الخبز ديال الخميره البلديه. كيجي ما شاء الله بحال الخبز ديال المخابز، وكيجي زوين بزاف وما كيجي لا حامض، وكيجي طالع ومجعب وبتقب. ها نتوما كتشوفوا كيفاش العجينه دايره، ما كيجي لا ثقيل لا مدقص لا والو، كيجي رائع بحال طيبينو بالخميره العاديه. وهذه راه خميره بلديه بوحدها، كتعطي واحد الخبز لذيذ بزاف وما فيه لا حموضه. وغادي نقول لكم جميع الاسرار ديال هاد الخميره. في الاول انا خديت الخميره كانت عندي كدايرها في واحد البواطه مع الطحين. هذه دابا خميره بلديه، كلها خميره بلديه. دابا غادي تعجنوا غدا 6 ديال الخبزات. غادي ناخذ ثلث حساب 2 خبزات، كلها نديرها خميره بلديه ونعجنها مع هاد شويه. واخا يكون عندك غير معلقه د الخميره، غير شويه، غادي ديريه مع داك الطحين ديال اللي غادي تحتاجيه غدا الثلث ديالو، وغادي تسدي عليه وديريه في الثلاجه. هنايا درت هاد الخميره ودرت شويه د الماء دافي وعجنتها غير بيديا، غير شويه، ما عجنتهاش انا، غير خلطتها وحطيت فيها واحد 3 ديال التمرات وسديت عليهم. وهذه هي الطريقه اللي كيديروا المخابز ديال ايطاليا، البيغا، كتسمى البيغا، كيديروها باش كيصاوبوا البيتزا باش كتجي منفوخه. البيغا راه كيخليوها في الثلاجه ليله كامله وهي كتخمر بالخميره العاديه. انا درتها لهاد الخميره البلديه باش نجتنب هذاك الحموضيه ديال الخميره، وفي نفس الوقت كتولي عندي واحد المقدار ديال الخميره اللي كيخمر ليا الغد بالزربه، ما كتعطلوش فيها. غادي ندير فيها 3 ديال التمرات، لان هاد الخميره واحد الكائن حي، خصو باش يتغدى خصو هذا، خصو الحلاوه. انا بيتها في الثلاجه والصباح حطيتها في القصريه باش نعجن العجينه عاديه. غادي نحتفظ بهذوك 3 ديال التمرات ما نلوحهمش لان مازال محتاجه ليهم. وغادي نزيد الطحين اللي بغيت، الثلثين. غادي نزيد هنايا الطحين ديال الزرع وزيد الطحين ديال الفورس. هذا هو القدر اللي بغيت ندير انا، ولكن هذاك الثلث. من بعد غادي نعجنها بالماء دافي وندير فيها شويه ديال الملح. غادي نعجنها بحال العجينه العاديه. هاد الشيء تيخليها ما تجي لا حامضه، ما تجي لا ثقيله لا والو. غادي نعجنها بالزربه. انا راه كنعجن فيها وهي راها كتخمار في يديا، راه ما كتجي لا ملصقه لا والو، حيت كاينه الخميره كاينه كثيره وما حامضاش. هنايا غادي نعجنها ومن بعد غادي نهزها ونديرها تاني في واحد السوبيار، وغادي ندير معاها دوك 3 التمرات اللي احتفظت بهم. شحال ما درت لها داك التمر راه كتعاود تزيد تخمر. وغادي نحطها غير فوق البوطاجي بلا ما غنديرهاش دابا في الثلاجه صافي. هاد العجينه هادي غير في الصباح تقدروا تغداو بها هادي، لانها ما كتخمر بالزربه، كتولي تخمر دغيا. هنا درت ليها السلوفان. وإلا كانت عندكم واحد العجينه كثيره ديروها في الكوكوط وسدوا عليها بالصفاره وحطوها غير فوق البوطاجي. من بعد واحد ثلث ساعه او 4 ساعات دغيا كتخمر. غادي نجي وما تبركوش عليها تهبطوا العجينه تخرجوا منها الغاز، لا، غادي تهزوا هذوك من الجنب وتعاود تردوها القدام. هاد الطريقه هادي راه هي اللي كيديروا المخابز الفرنسيه باش كيجي داك الخبز كله متقب. عرفتوا الخبز داك الفرنسي كيفاش كيجي داك لونسيان، كيجي متقب. وتا هما راه كيديروا الخميره البلديه، راه كان عندهم الخبز ديال الخميره البلديه. غادي تقبضوا تاني تهزوه من الجهه الاخرى وتردوه للقدام، ما تبركوا من حتى شي حاجه، وعاود تسدوا عليه وتحطوه غير فوق البوطاجي. والتمر دائما حافظوا عليه باش يبقى. هاد الطريقه هادي راكم غديروها 2 مرات حتى 3. لا عندك الوقت ديري 3 د المرات ماشي مشكل.
غتعاودي تسدي عليه وتحطيه فوق البوطاجي حتى يخمر. عاودوا هاد الطريقه هادي بحال هكا وهانتوما كديروها والخبز كيزيد يتقب. من بعد انا درتها غير 2 مرات وحيد دابا التمر وغادي نقرصها. تقراص كل واحد كيفاش كيدير، خبز كبير ولا خبز صغير، ويقرصها باش ما بغى. انايا قطعتها وعبرت الخبز باش يجي خبز صغور. انا درت فيه 200 غرام، عبرته درت فيه 200 غرام في الوحده، وقرصتهم انايا بالبافو بالبلبوله وقرصت بالشوفان. هاد الخميره البلديه راه صحيه بزاف لأنها كتحتوي على الفيتامينات والأملاح والمعدنية وفيها هي فيها مواد حية وكتنقي المصران وكتساعد على الامتصاص وعلى فقر الدم. يعني كتستحق أن هاد العناء هذا كتستحقو هاد الخميرة هادي. ولكن راه كناكلو شي حاجة اللي هي الخبز الطبيعي، ما فيه لا سكر، ما فيه لا محسن لا والو، خميره طبيعيه. ولادنا يمكن لينا نديرو هذا المجهود على حساب ولادنا، ماشي مهم نديرو هذا المجهود هذا. وهي كتبقى غير حداك الا بديتيها في الصباح انا متيقنه غطيبيه 11 غادي يكون كامل، غيكون طيبيه وغادي تغداي به. راه ما تضيعش الوقت بزاف، راه كتبدا تخمر بالزربه، ماشي بحال مني كديري خميره قليله وكتحطيها من الصباح حتى العشيه راه كتحماض وما كتبغيش تخمر وكتجي ثقيله. وديك الطريقه باش كنخمروها غير محطوطه كتقال العجينه ما كتنفخش وكتجي متقبه. ولكن هاد الطريقه هادي غتخليها غادي تجي مجعبه ومتقبه كيف اللي شفتو، كيجي خبز زوين بزاف. وكتعرفوا كتاكلوا الخبز النيت اللي هو خبز تقليدي. انا قرصتهم دابا وحطيتهم في الطاوه، راه دغيا كيخمروا. انا كنقرص فيها وهي في يديا راه خامره لان فيها الخميره كثيره ديال الخميره البلديه فيها كثيره. انا قرصتهم غير شويه، ما قرصتهمش بزاف باش ما يجيوش ملصقين. قرصتها شويه وغطيتها حدايا وخليتها، ومن بعد شعلت على الفران تسخن 200 درجه وحطيتها في الفران. كتجي رائعه، الخبز كيجي زوين. غتحلفي عليه واش هو يا طيب واش هو بالخميره البلديه، حيت حنا تعودنا على داك الخميره البلديه انها كتجي ملصقه والخبز ثقيل. واللي عنده شي سؤال يقولها ليا. كنتمنى تكونوا استفدتوا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.